اول حاله هنشوفها مع بعض هنا فاول على لاعب المصري. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد، وطبعا هنا استخدام اليد موجود وقرار الحكم صحيح. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي لعيب الزمالك ما لعبش على الكره ولعب على قدم المصري، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، والحاله دي مهمه جدا. وهنا كان لاعب الزمالك بيطلب ضربه جزاء. الكره دي طبعا ما تعدتش من زاويه توضح 100% هل الكره جت في يد لعيب المصري ولا ما جاتش. لكن لما نشوف مع بعض، انا وقفت الكره عند اللقطه ديت وابتديت اشوف هل الكره جت في اليد ولا لا، وقلت طيب لو الكره هنا هو جت في اليد بتاعه لعيب المصري اكيد هتغير اتجاهها، لا اما هتنزل على الارض ناحيه السهم الاحمر او تطلع فوق او تروح عكس الاتجاه. لكن ما ينفعش ان هي تكمل في نفس اتجاهها الطبيعي زي ما احنا ما شايفين مع بعض. هنا الكره كملت في اتجاهها الطبيعي زي ما كان لعيب الزمالك شايط الكره. فطبعا هنا برضو يعني مش هنقدر نحكم 100% الكره جت في اليد ولا لا، لان ما فيش اي زاويه وضحت لمسه اليد. فطبعا هنمشي مع قرار الحكم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب الزمالك، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا برضو كان لعيب الزمالك بيطلب ضربه جزاء. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي هنا الاثنين لعيبه بيستخدموا اليد مع بعض. لكن لما نشوف مع بعض كده تبص على يد لعيب نادي الزمالك ويد لعيب المصري، انهي يد هيبقى فيها قوه اكتر؟ اكيد يد لعيب نادي الزمالك، لان هي عند الوش زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا اليد بتاعت لعيب نادي الزمالك عند الوش، فطبعا هنا استخدام القوه هيكون اكتر. علشان كده الحكم حسب المخالفه على لاعب الزمالك وما حسبش ضربه جزاء، وطبعا هنا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب المصري. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي هنا لعيب المصري ما لعبش على الكره، حط جسمه قدام لاعب الزمالك، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وقرار الحكم قرار صحيح. الحاله اللي بعديها هو اللاعب كان لعيب الزمالك بيطلب بفاول على لعيب المصري ويديله الانذار الثاني ويبقى طرد. لما نشوف مع بعض هنا هتلاقي لعيب المصري ما عملش اصلا التحام بالقدم مع لعيب نادي الزمالك، فهنا طبعا يعني الفاول اتحسب لكن فاول خطأ، وطبعا ما يستاهلش عليه انذار لان اصلا ما فيش فاول زي ما احنا ما شايفين مع بعض. طبعا هنا قرار الحكم انه يحسب فاول قرار خطأ. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه نادي الزمالك وفريق المصري.